قصتنا بتبدأ مع إمبراطور اسمه كوزجو. عايش حياة إمبراطور يعني دايما شايف نفسه على الناس، وبيعامل الناس اللي شغالين عنده أكنهم عبيد. فبيقرر يهدم قرية صغيرة عشان يبني مكانها منتجع صيفي ليه هو بس. وفي نفس الوقت بيروح ليزما المستشارة الشريرة بتاعته، يروح عندها يقولها إن أنت مطرودة ومكيش تدخل عندي. بيجي فلاح اسمه باتشا، ده اللي عايش في القرية اللي هو عايز يهدمها، فطلبه عشان يجي يستشيره في قراره ويعرف عن أهل القرية. لكن باتشا بيقوله ما ينفعش. لكن كوزمو بقى طنش ويركب دماغه، فسلط عليه الحراس اللي عشان يطلعوه بره. فتقرر يزما بقى في نفس الوقت انها تدبر له مؤامرة عشان هو طردها، فتفكر ان هي تخلص منه. فتفكر تحوله اول حاجة حشرة تخلص منه، لكنها بترجع في كلامها وتقرر تديله السم. فيجي كوزكو عشان ياكل، وتقول يزما لكرونك انه يحضر المشروب بتاعه اللي فيه السم، وتلمح له كده انه يحط المشروب بتاعه اللي هو ايه فيه السم. يروح يحط سم في المشروب ويقول له كوزمو ان فيه ريحة شياط، فيفتكر كرونك الاكل اللي على النار. فيروح يجيبه ويحط السم في 3 كوبايات ويحضر كرونج الأكل ويدوله المشروب يشرب. كوزمو طبعا السم المحطوط في كل الكوبايات، فيعملوا نفسهم انهم بيشربوا عشان ايه يسموا ممكن يموتوا. فيترمي كوزمو في الترابيزة يفتكروا ان هو خلاص مات، فرايحين عشان يشيلوه يصحى تاني اكن ما حصلش حاجة. لكن تحصل له حاجات غريبة اوي، ودانه بتكبر زي الحمير، ورقبته بتطول، وايده اليمين بتتحول لحد ما يتحول لحيوان اسمه لاما اللي هو شبه الجمل يعني، فيتحول لاما. فالشاول يسمع كرونج ان هو يضربه بالطبق وينجز، فيضربه كرونج بالطبق، وتقول له يزما انه يموته ويرميه في اي حته. فيحط كرونج في شوال ويرميه في البحر الشلال. لكن دومينو بيصحى فجاه وياخده ويحاول يرميه في حته تانية بدل الشلال. في اللحظة دي بقى باتشا بيجر الكارو بتاعه عشان يروح بعد ما كوزمو طرده. فيتكعب الكرونج وهو نازل بيستلم، فيتدحرج الشوال اللي فيه كوزمو لحد ما يروح في الكارو بتاع مين بتاع باتشا، فيمشي بيه. لكن كرونج بيحاول يوقفه لكن في الآخر بيفشل. فيخشوا كوزمو وهو في الشوال، فيفك باتشا الشوال يلاقي كوزمو بعد ما اتحول للاما ويتكلم قدام باتشا. فيتخض باتشا ان هو في لاما بتتكلم، فافتكروا ان ده عفريت لاما. فيتكلم كوزمو ويعرف ايه باتشا ان ده كوزمو الامبراطور، فيقوله انك شكلك اتغير وبقيت قصير. فيشوف ايده ويشتم كوزمو، يروح يشوف نفسه في البحر يتخض يلاقي نفسه اتحول. فيقرر ان هو يوصله للقصر بتاعه. لكن باتشا يمسكه من ايده اللي بتوجعه ويشرط عليه انه ممكن يوصله لو يبني المنتجع بتاعه ده فوق اي تل تاني. فيرفض كوزمو طبعا كلامه ويروح يمشي في غابة لوحده. فيحذره باتشا ان الغابة دي فيها حيوانات متوحشة وحاجات غريبة. فيركب كوزمو دماغه زي كل مرة، يركب دماغه ويمشي ويقعد بقى تاني على كلامه. يظهر سنجاب خضه، يزعق كوزمو لسنجاب ده عشان هو خضه، ويمشي ويتكعبل في حتة بقى فيها نمور سودا نايمين. فيخاف مش عارف كوزمو بقى هيعمل ايه، عشان لو عمل اي حركة واي صوت هيصحوا. فيظهر له تاني السنجاب الرخم ده ويفرقع البالونة عشان يصحوا. لكن شوف الحظ مصحوش. فيفرح كوزمو من الفرحة بتاعته زعق، فصحوا طبعا وفضلوا يجروا وراه لحد ما يوصل لاخر الجبل وتحتيه البحر طبعا. فكوزمو في كمين مش عارف يعمل ايه. فيجي في الوقت المناسب بقى يظهر مين باتشا على طريق طرزان وياخده. فيفضل عامل فيها طرزان رايح جاي وبيطير حوالين الشجر لحد ما الحبل شبك وربطهم هما الاتنين في شجر. طبعا الشجر مستحملش تقلهم فوقعوا في الشلال ويخرجوا من البحر. يكون كوزمو فقد الوعي، فباتشا بيعمل ايه انه يعمل له تنفس صناعي. فيصحى كوزمو ويشوف المنظر ده يفتكر ده غلط. وتبدأ يسمع انها تمسك الامبراطورية بعد كوزمو. فيقع كورونج بلسانه ان هو ما قتلش كوزمو. فتنصدم يزمة فتقول له انها لازم تدور عليه وتموته. في نفس الوقت لسه كوزمو وباتشا ما وصلوش القصر. فيقع باتشا من الطريق الخشب ويطلب من كوزمو ان هو يساعده. لكن كوزمو يرفض ويعمل الحركات الواطية. فيا سبحان الله بقى كوزمو يقع زي باتشا من الطريق. فيقعدوا بقى يتخانقوا مع بعض لحد ما يقعوا في البحر. فيلزقوا في الجبل عليهم كده ويخافوا من التمساح اللي في البحر. فيعملوا حركة حلوة أوي، يطلعوا بالتدريج هما مشبكين في بعض لحد ما يوصل باتشا بالحبل ويطلع له. فيدور فتدور يزما وكرونج على كوزمو لحد ما يلاقي كرونج سنجاب، ويقول له السنجاب ان هو لقى لاما بتتكلم. فيدور عليه. فيروح كوزمو وباتشا المطعم لكن معلقين ولد ممنوع دخول اللاما على حظه الفقري. طب ليه مش معلقين لما عملوا عليه كلاب؟ فيتنكر كوزمو على انه ست وتبقى مرات باتشا. يقعدوا وراهم يزما وكرونج على حظهم
وهي متعصبة عشان هي مش لاقياه. فبتقول لكرونك انها لازم تخلص منه. فيسمع باتشا الكلام ده فيتوتر، اللي هو ايه، كوزمو دخل جوه عند الطباخ. يدخل يلاقي كوزمو عند الترابيزة الأكل وهي قاعدة في وشه، لكن تاخد بالها إن ده شكل ده مش غريب عليه، ده لاما، مش أي لاما، ده كوزمو. فإيه بقى، فيطلب باشا من صاحبة المطعم إنها تلهي يزمة عقبال ما يهربوا. فيهربوا يقول باشا لكوزمو إن يزمة جوه، لكن كوزمو غلبان لسه فاكر إن يزمة طمرت فيها وهي جاية عشان ايه تاخده، لكن هو يقول له ان يزما هي السبب في كل ده. طبعا بقى يكدبوا كوزمو ويتخانقوا مع بعض، فيمشي باتشا ويسمع يزما وهي بتقول انها لازم تدور عليه وتخلص منه عشان ايه تمسك الامبراطورية بداله. فطبعا كولونج هو نايم بقى يفتكر ان الفلاح اللي كان هو في مطعم هو اللي خد منه الشواي اللي كان حاطط فيه كوزمو ووقع منه، ويصحي يزما عشان ايه يروح عنده. فتروح يزما وكرونج عند بيت باتشا، تتكلم مع مراته وتقول لها انها جدته من ابوه من عمه وعماله تفنط في شكل العيله بتاعته. فينده باتشا على مراته في السر عشان يقول لها ان دي الشريره اللي حولت الامبراطور لبني ادم لمعزه. فيروح عند القصر بتاع كوسمو، ومراته وعياله عاملين يعفرطوا ويجننوها عشان ايه ما يجروش وراهم، لكن ايه بقى يجري باتشا كوسمو عشان يروحوا القصر. طبعا مين بقى وراهم؟ يزما وكرونج بالصدفة بقى. فيخش القصر يروح عند المختبر بتاعها يدور على التركيبة اللي ترجعه بني آدم تاني، لكن بقى تحصل لهم حاجة غريبة، تيجي وراهم يسمعوا معاها التركيبة، تفضل تقول لهم عايزينها تعالوا، ويفضلوا يتخانقوا ويجروا وراها عشان ياخدوا منها التركيبة. وتصعد عليهم الحراس، وباتشي عمال يحاول كوزمو أي حيوان عشان ينجز ويخلص من الحوار ده عشان ياخد التركيبة بتاعت البني آدم ويخلص من. فبقى يمسك الإزازة يحول الحراس بتوع يسمى الحيوانات، فيحولوا يسمى القطة تاخد منهم التركيبة وتوقعها تاني. شوفوا حطوا ايه قطة رخمة، ويمسكوا بالتركيبة أخيرا وياخدوا كوزمو ويرجع إمبراطور زي ما كان. لكن هنا كوزمو بقى اتعلم من الدرس. كوزمو اتغير بقى متواضع وبيعامل الناس حلو أكنه من أهلهم، إنه اتعلم من التجربة دي إن أنت لازم تكون متواضع مع الناس. وحول القصر بتاعه لمنتجع، وساكن الناس اللي كانوا عايشين في القرية الصغيرة دي بقوا عايشين في المنتجع اللي هو عامله في القصر بتاعه. وده كان ملخص فيلم حياة الإمبراطور الجديد. يا رب يكون عجبكم، ومتنساش تشترك في القناة ولايك الفيديو لو عجبك وكومنت حلو، واستنوا إن شاء الله ملخص أفلام كتير كل يوم.